شكوى عامة من احمرار أطراف أوراق الأرز. الرز 30 يوم احمر، 40 يوم محمر، 50 يوم محمر. ناس كتير بتشتكي زي ما انتم شايفين في الصور كده. طيب ايه اللي وصل الزرع عندنا للحاجة ديت؟ في أسباب، أيوه في أسباب. تمام. وايه الحلول؟ هقول لك كل التفاصيل. أول حاجة نعرف الأسباب. أول حاجة عطش شديد او زياده ميه عن زياده عن اللزوم يؤدوا للحاجه دي. ايوه يؤدوا للحاجه دي. لما بتعطش جامد جدا النبات بيبدا يوجد ويعمل اجهاد مائي، يظهر معانا اعراض النقص ده في احمرار الاوراق. او زياده ميه زياده عن اللزوم. زياده الميه عن اللزوم بتحجم بتسد مسام التربه، تربه طينيه جامده جدا، فبرضه الاكسجين بيقل في التربه، فبيؤدي برضه معانا الاكسجين بيقل، النبات يبدا يشتغل ويتغذى على نفسه. تمام. طبعا تاخير المقررات السماديه وبرضه ده غلط كبير جدا، وناس بتعتمد على الكيماوي فقط وممكن يحط ويسمي السوبر فوسفات بعد الري، وده غلط كبير جدا برضه. بيعمل معانا طبقه ريم، والريم برضه بيسد معانا مسام التربه، فنفس القصه الاكسجين بيقل في التربه ويأثر معانا على النبات. تمام. عدم التسميد غير الازوت، مثلا البوتاسيوم، زنك، فولفيك، مواد عضويه، مثلا منشط جذور. الحاجات دي مهمه جدا، بتشغل الجذر معانا في الاعمار الاولى عشان تزود معانا التفريعات والنمو اللي هي الخضري. تمام. عدم مكافحه الديدان الدمويه والهاموش، وده برضو من الاسباب اللي تؤدي لاحمرار الاوراق ونشفان وذبول بعد نبات الارز. طبعا كثره الامراض الفطريه بسبب كثره الرطوبه الارضيه، يحصل معانا فطر الفيزرام ويعمل معانا اعفان ويوقف برضو النبات، فده من المشاكل اللي بيتعرض لها النبات، اللي زياده ميه على ميه بيعمل معانا كده. عدم تجفيف التربه فترات، لما يقول لك جففها لي مش تقطع لي قلبها تنشفها خالص. تمام. لا، هي انت بتنشف تجفيف بسيط كده عشان يفك معانا التربه والنبات الاكسجين يشتغل والنبات يروح ويجي كده علشان يبدا الدنيا تمشي معانا. تمام. دي الاسباب اللي بتؤدي الى احمرار واطراف الاوراق الارز. من الاسباب دي اول حاجه مطلوب مننا ايه؟ مطلوب منك 4 حاجات. تمام. اول حاجه تسميد ماده سامه. تمام. تسميد ماده سامه، وليكن لمباده او رش، مثلا تسميد او ري او رش، بس انا من وجهه نظري ان انت تحطها تنجيط مع الري. تمام. تاني حاجه يفضل تجفيف الارض، وما نجيبش ميه على ميه، تجفيف حنين. يعني مثلا ممكن انشف الارض مثلا 3 ايام 4 ايام 5 ايام بالكثير واروي، يعني من 3 ل 5 ونروي، 3 ل 5 ونروي، وما نجيبش ميه على ميه. تمام. حلو جو. طيب ثالث حاجه نعمل تسميدنا المقررات السماديه، وعملنا فيديو وعملنا برنامج كامل. هسيب لكم رابط الفيديو في اسفل الفيديو في التعليقات. ده في الري الاولى ديت او التسميده الاولى مثلا من 15 يوم لحد 30 يوم المفروض بنحط فولفيك، بنحط حامض فوسفوريك، بنحط نشط جذور، بنحط زنك، حديد، مغنيسيوم، حاجات من دي بتتحط مع بالاضافه لليوريا. وممنوع منع البت نحط سوبر فوسفات بعد الشتله او بعد البذار عشان تاخد نتيجه كويسه. طيب الرش الورقي ده الحاجه بقى اللي احنا نعمل الحاجات دي كلها، وده كل شغل ارضي، وبالاضافه للرش الورقي اللي هيعجل معانا ويصحح لنا المسار شويه. فاعطيلك رشتين كويسين لازم تطبقهم. ايه هم الرشتين دولت؟ صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم وهقول لك عليهم ان شاء الله. يلا بينا. اول رشه يا غالي هترشها، هنجيبه نص لتر كوبر هارف، ده جلايكونات نحاس. تمام. تمام. وهنضيفه معاه ربع كيلو فوستيل الومنيوم اللي هو استولورين ده. طب ليه بنرش الرشه دي؟ عشان لو عندنا فطريات في التربه بنضف التربه من الفطريات والاعفان والكلام ده كله. تمام. ده رش ورقي، حاجه سريعه كده كده. الفوستيل الالومنيوم بيشتغل من فوق ومن تحت عادي خالص، مع الجلايكونات برضه بيشتغل معانا اعفان وكلام من ده، فممتاز جدا جدا. يبقى نوقف الفطريات في التربه وبعد كده نشتغل رش مغذي. هنرش مغذيات ايه يا باشا؟ جايب لك رشه حلوه كده. اول حاجه معانا هنرش حاجه اسمها كروب بلس. كروب بلس شركه دوترا، حاجه محترمه جدا جدا. تمام. هنضيفه معاها ايه؟ مش مكترين، هنضيفه معاها تذكره عناصر عشرينات اللي هي نيتروجين وفوسفور وبوتاسيوم مع الكروب بلس اللي هي الاجري مينرال ده، وهنضيفه معاهم نص كيلو فولفيك بس، مش اكتر من كده. الفولفيك ده حلو خالص، رافع اجهاد وخضري، حاجه محترمه جدا. يبقى الهالفيك مع الاجري مينرال مع الكروب بلس هنرش الرشه دي الثانيه ديت خلاص، زمن منهم يومين او 3 هتلاقي بسم الله ما شاء الله نتائج محترمه جدا وحاجه عاليه جدا. يبقى هنرش كروب بلس مع الاجري مينرال مع نص كيلو هالفيك او فولفيك. تمام. اي حاجه من دولت هيظبط معانا الدنيا ان شاء الله. هترش الرشتين دولت والله لا تلاقي زرعك في حته ثانيه، مع الالتزام بالتسميد زي ما قلت لك، مع الالتزام بالري والتجفيف، مع الالتزام بمكافحه الديدان الدمويه والهاموش بالرش الورقي او بالتسميد. ومن الافضل ان انت تسمد. ده كان محتوى الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك يا ريت
تشيره وتعمل مشاركه، علشان في ناس فعلا كتير عندها المشكله ديت. تمام، فانت لازم تشير الفيديو، اعمل لايك، لو عندك اي استفسار اكتبوا لنا في التعليقات، ورب اكون افدتكم، وشكرا لكم على المشاهده. السلام عليكم.